او مسائل الورد على حسب اصول الزديد. ازاي نتعامل مع غير المسلمين في الاسلام؟ يعني ايه؟ يعني احنا كمسلمين ازاي نتعامل مع الاديان التانية، سواء بقى مسيحيه او يهوديين او ناس بيعبدوا الصليب او ناس بيعبدوا الفراخ، ايا كان احنا هناخد منهم الناس اللي بتعبد الفراخ. مثلا فور اكزامبل دول 3 انواع. اول نوع احنا عايشين في بلد مش في مصر مثلا او مغترب او في اي حته ومعايا ناس بتعبد الفراخ، هم دماغهم جايباهم كده، انا بعبد زي في الهند في ناس هنود بيعبدوا الفراخ، دي مشاكلهم هم مش مشاكلنا احنا خالص. فهم الناس دي بتعبد الفراخ بس محترمين معانا وفي حالنا وفي حالهم، في اعيادنا بيقولوا لنا كل سنه وانتم طيبين، وفي اعيادهم في حالهم خالص، لا بيشتموا الاسلام ولا اي، هم قاعدين الصبح يقفوا قدام الفرخه كده يصلوا لها وبالليل يناموا قبل ما يصلوا الفرخه وبس، مالناش دعوه بيهم. الناس دي بينطبق عليهم الآية بتاعت سورة الممتحنة الآية الثامنة، بسم الله الرحمن الرحيم: لن ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بس كده. الناس دي لا بتحاربنا ولا بتخرجنا من ديننا ولا أي حاجة، هم قاعدين لوحدهم، يبقى احنا لازم نتعامل معاهم باحترام. ويعني مثلا هو بيعبد الفرخة، أنا ما جيش قدامه وراح جاي دبخ الفرخة وعاملها شوربة، لا طبعا. لازم احترم مقدساتهم زي ما هو بيحترم مقدساتي. ده اول نوع. النوع الثاني برضه الناس اللي بتعبد الفرخ، هنمشي مع الناس دي كتير. الناس دي ناس كتير منهم بس في حالهم، بس في جزء منهم بيضايقونا. يعني مثلا نكون واقفين بنصلي يسحبوا السجاده من تحتينا، نكون واقفين بنستغفر ربنا يشتمونا او يشتموا اللي يتريقوا علينا. الناس دي انا مش هغلط في الفرخه، لان الفرخه منهم ناس حبايبي محترمين بيعبدوها لوحدهم، انا همسك الناس دي اطلع عينيهم، الناس نفسها دي اللي بتغلط فيها، لكن عمري ما هغلط في مقدساتهم، لان مقدساتهم بيشترك معاها ناس محترمه معايا. لكن الراجل اللي يتريق على ديني او الراجل اللي يتريق على انا بصلي او يعمل حاجه، لا ده انا انفخه، ما فيهاش نقاش، دي قرب من ديني دي خط احمر. ده النوع الثاني. النوع الثالث بقى ناس اللي كانوا بيعبدوا الفرخه كلهم اجمعوا ان الاسلام ده دين بقى ارهابي وهم هيحاربونا، وبداوا بقى يقطعوا علينا وبيقتلونا وبيخرجونا من ديانهم. الناس دي بقى انا امسكهم هم والفرخه واغتصبهم في ميدان التحرير، مش فارقه معايا خالص. خلاص بقى لما كلهم اجمعوا على حرب، يبقى خلاص بقى يا معلم، ده انا كده ادافع عن ديني وعن رسولي واطلع عينيهم واشنقهم كلهم، مش فارقه خالص من اولهم لاخرهم. وبس كده. وفي اخر الحلقه لو الفيديو عجبكم وانتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجايه، بصوا بس على المصادر. وبس كده يا سيدي.